قربنا من وقت التصويت، والسؤال اللي كل الناس بتسأله لبعضها: هتنتخب ولا زي كل مرة؟ الحقيقة إن مصر كلها لازم تنزل تنتخب السنة دي لأكتر من سبب. أولا، لأن الانتخابات أول خطوة في بناء نظام جديد لمصر يقوم على الاختيار الحر وسيادة الشعب، والبناء دايما أصعب من الهدم. لازم نشارك ونتعب عشان نحقق نهضة بلدنا. ثانيا، الانتخابات دي بالذات ليها أهمية خاصة، لأن مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي هننتخبهم هم اللي هيختاروا المجلس التأسيسي اللي هيكتب الدستور الجديد. طب ولازمته إيه الدستور ده؟ لا، ده مهم جدا. الدستور هو العقد اللي بينك وبين الحكومة. ينفع تسيب البلد اللي هي ملكك لناس يحكموها من غير ما يبقى فيه بينك وبينهم عقد؟ لو كانت حجتنا قبل كده التزوير، المرة دي بإذن الله عمر ما هيكون فيه تزوير. أولا، لأن في إشراف قضائي كامل على كل إجراءات العملية الانتخابية، وكمان قاضي كل لجنة، ولأن كل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني هتتابع الانتخابات وتكتب تقاريرها، يعني كله هيبقى في النور. تخيل إن في مصر حتى بعد الثورة في استفتاء الدستور نسبة المشاركة كانت 37%. لو قارنت ده ببلد زي تركيا في نفس السنة كانت نسبة المشاركة 83.5%. لازم كلنا يبقى لينا اختيار حر. انزل وشارك في صنع مستقبل بلدك. كفاية كسل وسلبية. مصر محتاجة لكل واحد فينا. حافظ على حقك في التصويت.